السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا حبايبنا في الله، يا رب كله بخير وسعادة. وما بعد مباراة مصر وإيران والكارثة اللي كادت أن تحدث بسبب اللاعب مهند لاشين. يعني مش عارف اللعيب ده ما بيتعلمش ولا هو عنده، يعني مش عارف اقولها ازاي، قلة عقل في مخه، ولا هو يعني خلينا نستخدم تعبير كويس، يعني عدم مسؤولية، ما عندوش احساس بالمسؤولية. كرة عادية يا اخوانا، كرة في وسط يعني في وسط ملعبه، مفيش حد ضغط عليه. عنده مساحة انه يطلع لقدام، عنده مساحة انه يمرر لورا، عنده مساحة انه يمرر الجنب الشمال الناحية التانية. لا، اختار انه يمرر للحتة اللي اللاعب ايران ضغط على اللاعب منتخب مصر، تحديدا اللاعب محمد هاني. لاعب ايران ضغط عليه، وكمان ايه بيلعبها له قصيرة، يعني هو مفيش حد ضغط عليه ويلعبها له قصيرة. فطبعا لعيب ايران ده فرصة، راح طلع هو خد الكورة، فالتاني حب بقى يعمل اللي هو ذكي بقى، راح عمل فاول، خد انذار عشان ان شاء الله ما نشوفش وش الماتش الجاي. طب انت يا باشا انت عايز ايه؟ يعني انت عايز ايه؟ لعيب محدش ضغط عليك، محدش عامل اي حاجه. طبعا ايران كان واضح ان هي بتلعب على لعبه واحده، اللي هي كورس طويل، ينزل في منطقه جزاء منتخب مصر، في وسط الدربكه لعيب يخطف بدماغه، ترى في وسط الزحمه لعيب يلطش برجليه تيجي جول. وده فعلا سيناريو كان واضح لينا كلنا، يعني اي حد قالب بيه كوره يقول لك منتخب ايران كان بيعمل كده. ولكن اللاعب ده تحديدا هو اداهم المفتاح. يعني حتى راجل الكوره اللي جت جون واتلغت، الكرة اللي اتلعبت وواقف عمال يا الحكم يا حكم دي جت في ايده، يا عم اضغط يا عم، يمكن الحكم ما يحسبهاش. برضه ربنا سترها معانا والكرة طلعت اوفسايد. والله العظيم ربنا سترها معانا ان في حد في منتخب مصر يعني دعي له، في حد في منتخب مصر حد يدعي له دعوه حلوه، عشان كده العمليه مشيت واتسلكت. يعني الصراحه يعني انا شايف منتخب مصر كان يقدر يكسب مستريح، كان ممكن يلعب اهدى من كده. انت مش محتاج انك تعمل كل الدربكه اللي انت عملتوها والتوتر قوي اللي كان موجود ده. وبرضه في لعيبه، يعني المدرب، انا في حته كابتن حسام حسن عمال يندع اللعيب مش مستجيب، اتعصب عليه العصبيه الصراحه. يعني انا حسيتها ان في غباء، يعني في لعيبه غبيه شويه. اعتقد ان ربنا استر معانا الحمد لله رب العالمين. ونشكر منتخب ايران على المباراه الجميله اللي هم لعبوها في وسط الظروف اللي هم فيها دي، وادوا مباراه جميله جدا لحد اخر دقيقه زي ما بيقولوا. واحنا لا، لازم صحصح. ولعيب اسمه مهند لاشين ده يا اخوانا ما يلعبش تاني، ما يلعبش تاني. شكرا ليكم والف مبروك، وان شاء الله باذن الله اللي جاي احسن باذن الله.